بسم الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايبي، الكلية مرحلة مختلفة عن الثانوية تماما. الثانوية العامة حاجة والكلية حاجة تانية خالص خالص. يمكن الكلية اصلا كمقرر وكده اصلا من الثانوي بكتير، بس الفرق ان ما يكونش فيه توتر، مفيش قلق، مش خايف، مش شايل الهم. بس على فكرة اللي بيذاكر في الكلية ربنا بيكرمه وبيجيب تقدير كويس قوي. وعلى فكرة ان التقدير بيفرق في كل حاجة، بيفرق لما يعني وبالذات لو انت مثلا تراكمي، وبيفرق على فكرة لما بتجيب ترتيب دفعة. ده حاجة على فكرة بتخليك تذاكر كويس قوي 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 قوي. احضر احضر السكاشن بتاعتك لو انت حاجة علمية. انزل محاضرات، ذاكر اول باول، اطبع كتب بلاش PDF. ما فيش حاجة اسمها بتوع الكلية ما بيذاكروش. بتوع الكلية بيذاكروا، بتوع الكلية بياخدوا درجات على الحضور. إيه، حاول انك تتعامل مع الدكاترة كلهم معاملة كويسة، لان لو في حد فيهم حطك في دماغه، يعني مش عايزة اقولك انك هتشيل المادة لما تتخرج اصلا. فحاول انك تتعامل معاهم كويس، وبلاش مثلا انك لما تشوف حد تتكلم يعني حتى لو هو عامل فيك حاجة بلاش تتكلم عليه. يعني ما اشوفش صاحبي مثلا او زميلي في الكلية اقول له دكتور الفلان الفلان مش حلو، دكتور الفلان الفلان بيعمل. اوعى اوعى، بيسجلوا ما تروح في داهية. آم، انزلوا سكاشن، انزلوا محاضرات، وانسوا الثانوية العامة تماما. انسوا اصلا انكم دخلت ثانوية عامة، وعيشوا ايامكم. الكلية مرحلة جميلة قوي، يعني حقيقي. يعني لما تخش الكلية هتفتخر اصلا انك عديت بده كله، وهتقعد تفتكر ايام الثانويه العامه وايام النتيجه، وهتقعد تفتكر ده كله. والله هتقعد تضحك كده، لو انا عشت ده كله هتقعد تقول الله ده انا كنت بطل قوي. الكليه مرحله جميله حقيقي، يعني مرحله جميله قوي. فحاول تعيشها وما تخليش الثانويه العامه تاثر عليك. تمام. إيه، بلاش ارتباط في الكليه وبلاش حب في الكليه. خلي كل حاجه تاخد وقتها. تمام. انت يعتبر انك لسه طالب، بلاش انك ترتبط بزميلتك. تمام، لان اصلا هتخلف ويعني هيكون لها احفاد وانت لسه اصلا اعزب. بلاش اللي هو ايه، يعني بلاش فعلا الارتباط، وبلاش انك تدي مرحلة يعني اكبر من وقتها. اخر حاجة هنتكلم فيها الصحاب بتاع الكلية. مش كل الصحاب وحشين، مش كل الصحاب حلوين. هو طبعا يعني الصحاب معظمهم بيكونوا كويسين، يعني انا مش هقولك بيكونوا وحشين، بس معظمهم بيكونوا وحشين ومعظمهم بيكونوا حلوين. مش اي حد تتكلم معاه، ومش اي حد تقعد معاه في محاضرة او سيكشن يبقى هو صاحبك وحبيبك وتديله صورك وتتكلم معاه على اسرارك. فيهم ناس خبيثة قوي. يعني حرفيا انا حكيت لزميلة ليا قبل كده سر انا ندمانة اصلا ان انا حكيته لها. بس مش مشكلة، عادي يعني. المهم، ما تحكيش اسرارك لاي حد. ومش كل صحابك اللي في الكلية صحاب. هما يعني فيهم ناس هتكون زمايل بس. ما تديش لحد اكبر من حقه، يعني من حقه. عامل الناس انهم كناس. ما تتعلاش بحد. في الكلية فيها كل حاجة. زي ما فيها حاجات حلوة فيها حاجات وحشة. مفيش وانا ماشي صاحب، يعني مفيش حاجة وانا ماشي كده بخبط في كتف صاحب زميلتي والكتب بتوعه بنعيش قصة حب. الكلية بتكون مليانة ناس أمن، ولو حصل حاجة زي كده يعني هيحصلك حاجات مش لطيفة. ذاكر أول بأول، واحضر كل حاجة، وبس.